بس اتهام الصحافة ساعتها ما كانش مبني على دليل مادي، بس لأنها كانت يهودية الأصل، وبسبب علاقتها بشخصيات كبيرة في البلد، ده غير علاقتها بالملك فاروق نفسه ووضعها المادي اللي اتغير بطريقة ملفتة للنظر. وفي يوم 31 أغسطس سنة 1950 وقعت الطيارة اللي كانت مسافرة بيها روما الساعة 4 الفجر، ولقوا جثتها محروقة في الصحراء. واتقال إن الملك فاروق هو اللي دبر الحادثة بعد ما عرف علاقتها بالفنان رشدي أباظة. النهارده هنحكي قصة حب رشدي أباظة وكاميليا، وإنها بتنقل الأخبار الحربية للموساد الإسرائيلي في حرب ال 48. لكن ناس تانية قالت إن الحادثة دي كانت بتخطيط أجنبي بعد ما بدأت تتكشف كجاسوسة للموساد، ولغاية النهاردة محدش عارف حقيقة وفاتها. قصة الفنانة كاميليا والفنانة رائية إبراهيم معظم الناس عارفاها، لكن في قصص تانية كتير محدش عارفها زي أسمهان وليلى مراد وغيرهم كتير. عايزين تعرفوهم؟ استنوني الحلقة الجاية في كشف المستور.